السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وينكم أصدقائي الترجيين؟ كالعادة جبت لكم أخبار جديدة وأخبار حصرية، فما أسرار اليوم باش نكشفوها. وكما قلت لكم عبارة أول مرة تشوفوها أصدقائي. الناس كلها أصدقائي نعملوا جيم باش نوصلوا الحلقة للترجيين الكل. إذا كنتم ماكمش مشتركين معنا في القناة أصدقائي، دي قناة الترجيين، ونبهت بصراحة كي نشوف عدد الأبونيه فهمت اللي موجود فيها، فهمت راه نستغرب والله بصراحة يعني. الترجي جمهور كبير برشا وكعبه عالي، ما يخليش يعني القناة نتاعو بصراحة يعني تقعد هكا فضيحة. وهكا نبداو الحلقة بتاعنا، نستنى رد فعل كبير منكم أصدقائي. ونمشي ونشوفوا الموضوع الأولاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لك الأهلي يقدم شكاية بالحكم السنغالي عيسى سي. تو كي نجيو باش نحكيو تاريخيا وفهمت نعرفوا الأهلي فهمت اللي معظم ألقابه فهمت ماخذها بالرشوة وبالتحكيم فهمت، اللي منحاز لجهتهم هم. كما قاعدين نشوفوا فهمت ماشيين يشكيو بالسيد فهمت، يظل كما نقولوا افريقيا كامله والعرب كامله تفرجوا فيه الماتش فهمت، وقعدوا شافوا اداء الحكم يعني. ماشيين تشكيو على شنو؟ بلاش مثال شنو باش تشكيو على ضربه الجزاء اللي واضحه فهمت لا غبار عليها. ما عندكم يعني حكايه زاده، ما عندكم وين باش توصلوا يعني. تعبوا رواحكم. وهذه يعني كما نقولوا سلسله هزليه تعمل فيها الاهلي المصري فهمت، وقاعد باش تسكت راي الجماهير نتاعهم لا اكثر ولا اقل. يعني هذه هي الاجابه نتاعي انا اصدقائي. فهمت، خاطر فما برشا وقائع في الاهلي في نادي الاهلي فهمت، وعندو برشا تصرفات اداريه فهمت ما تليقش بقيمه النادي الاهلي فهمت، فريق كبير كما هكاك. فما تصرفات صارت مع اللاعبين فهمت واحد، وهو يعرف شنو عملوا فهمت، من غير ما نقعدوا كما نقولوا نفسروا اكثر. خاطر انا كما نقولوا موضوع ما يهمنيش، انا موضوع يعني يهمني كان الترجي الرياضي التونسي فهمت، وهذيك هي انا شنو البيت نتاعي اللي هي مصلحه جمعيتي. الباقي خويا راه ما يعنينيش فهمت واحد. وهكا كملنا مع أصدقائي الترجيين الموضوع هذايا. نمشيو كالعادة نشوفوا موضوعنا موضوع آخر، وقعدوا معنا أصدقائي. راه فما برشا أخبار سرية وأخبار حاسمة إن شاء الله اليوم باش نشوفوها في الحلقة مع بعضنا. وهكا نمشيو كالعادة نشوفوا موضوع آخر. هيا أصدقائي الترجيين نعملوا طلع فهمت على تصريح عملوا علي الكعبي فهمت لسونغون فهمت، قال لك غيث الوهابي لعب عندي ونعرف إمكانياته واللي قادر يفك بلاصة في محور الدفاع الترجي الرياضي كما نشوفوا مع بعضنا فهمت يعني. غيث الوهابي فهمت نغزلوا فهمت، يعني جوار من الجوارات المظلومة فهمت في الترجي فهمت، واحد جابوه رجعوه كان في فريقه فهمت. ما عادش لعب في فريق ما عادش في أوكرانيا ولا ما عادش، نسيت وين والله. ما عادش تنجموا انتم الجماهير تفكروني والله صدقوني نسيت شكون الفريق. ما عادش حسيتو في بطولة ما هيش واضحة فهمت، في أوروبية فهمت ما هيش واضحة. وكان يقدم في أداء كبير، وكان قبل زاد فهمت لعب في الترجي فهمت، وكان يقدم في أداء محترم وأداء فهمت متوسط وفوق المتوسط. هذا هو كان رأيي أنا أصدقائي. وراه كما نقولوا ينجم يفيدنا فهمت في الفترة الحالية فهمت، مع يعني كما نقولوا ضربة جلاسي فهمت، وهذه اللي تسمى ضربة موجعة للترجي الرياضي فهمت في الدفاع فهمت. وهكا كما نقولوا شفنا رأي علي الكعبي. أصدقائي نستنى الآراء نتاعكم في لي كومنتير، تنفعونا أصدقائي ونتحاوروا مع بعضنا. وهذا الكل ديما راهو في مصلحة الجمعية. وهكا نمشيو كالعادة أصدقائي نشوفوا موضوع آخر. يا أصدقائي اليوم مش نعمل نطلع على الأخبار. هذه أخبار بصراحة تثلج الصدر فهمت، في الترجي الرياضي التونسي. هذه أخبار مهمة على الآخر. قال لك الترجي يسيطر على دربيات الشبان ضد الأفريقي. هذا نادي جبرقي فهمت، حتى في الآثار حتى في البيبيات، حتى كي يجيبوا بيبيات يتولدوا من جديد ديما حتى رابحينهم. هاك تفرجوا قال لك الأدنى الترجي قال لك يفوز على الأفريقي 3-2. الأدنى يعني فكر شو اسمه مينيم وكذا صغر فهمت بالكل فهمت، ويقعد اغزر شوفوا النتائج مع بعضنا اصدقائي. وباش تقعدوا تضحكوا كالعاده فهمت لي باش زاد راهو فريقنا راهو كعبه عالي على الفرق التونسيه. وهذا الشيء اللي ما حبوش يفهموه جماعه النادي الجبرقي فهمت، وقاعد اللي هما فهمت. وفما برشا ناس منهم فهمت قاعدين يحطوا في العصا في العجله فهمت. وفما تحيه زاده للصحفيين والصفحات كما نقولوا النزيهة فهمت، اللي قاعدة تمشي بحقيقة. صحيح هو تلقاه يحب جمعية فهمت، لكن قاعد يمشي بحقيقة وقاعد يمشي بحية. تحية لهم الكل فهمت، من غير ذكر أسماء فهمت، باش ما نبقوش نعملوا في بلبلة أصدقائي. ونكملوا مع بعضنا الموضوع. قال الأصاغر فهمت الترجي ربح الأفريقي زاد 3-1. الأصاغر با زاد كيف كيف الترجي فهمت، عمل تعادل مع 2-2. هذه هي النتيجة
اللي تسمى باهية، فهمت، والأواسط كيف واحد واحد، والنخبة فهمت تلعب صفر صفر باهي. هاكا كيما قاعدين نشوفوا مع بعضنا، فما أسبقية للترجي الرياضي كيما نعرفوا، فما فريقنا حتى في الأصغر في الأواسط في كل شيء ديما كعبوا عالي على الفرق التونسية. وهكا كانت إيجابني لأحباء نادي جبرقي، من غير كيما نقولوا تطويل لسان ولا نكثروا برشا، فهمت. وهذاك تعرفوني أنا أصدقائي، راهو لساني مدرك كيفاش أنا كي نشوف الغلط، فهمت، نترشق وحدي، فهمت. كي نشوف يعني الناس فهمت محترمة روحها، أنا تلقاني أنا شادد بلاصتي واحد. ما تلقاوش أصدقائي تشوفوهم اليوتيوب الكل والصفحات من غير يعني ما نشكر روحي، فهمت. واحد فما الناس جماهير يعرفوني من قبل، فهمت، في قنواتي قبل اللي كنت عاملها، فهمت، في قناة سبور انفو، قناة تي جي في سبور، وواحد ويعرفوا تحاليل، ويعرفوني أنا كيفاش كاسح، فهمت، في الحاجات اللي الناس اللي تضر في الترجي. ونتمنى خويا ردة فعل كبيرة اليوم نشوفها على الفيديو أصدقائي. ونحب برشا أبوني يدخلوا أصدقائي باش نعرف باش نعرفوا، فهمت، شنو هي قيمة فريقنا، فهمت، واحد عربيا وإفريقيا، فهمت، واحد. وما تجيش منه يعني فهمت، نخليو قناتنا، فهمت، قناة الترجي، فهمت، واحد بالكيفية هذه أصدقائي. وماذا بينا أصدقائي نشوفوا كما قلت لكم ردة فعل كبيرة. نتمنى تفرحونا أصدقائي في الأيامات الفضيلة هذه، الأيامات العيد إن شاء الله. وكي نمشيو كالعادة نشوفوا موضوع آخر. وقعدوا معنا أصدقائي، راهو حلقة مطولة شوية أصدقائي، لكن فيها برشا حاجات، أخبار خاصة جدا، فهمت، تهم جماهير الترجي إن شاء الله. وكي نمشيو نشوفوا موضوع آخر. هيا أصدقائي نعملوا طلع على فلوريان دانو خارق الأفضل في النادي الأهلي. وهذا حسب ما حكيت عليه في الفيديو اللي عملته البارح، والفيديو اللي عملته البارح، فهمت، على نفس الموضوع. فهمت الموضوع هذا قاعد عامل بلبلة كبيرة، فهمت. البارتي اللي تلعبت ما بين الترجي والأهلي أوضح لاعب، كما نقولوا شفناه، فهمت، تقدم مستوى محترم ومحترم جدا، هو فلوريان دانو. صحيح ما مركزش وجاته له فرص، فهمت، عطاهم حقهم. أنا نغزلوا يعني كأي أتاكون أصدقائي، فهمت، واحد من غير نحيو شوية تعصب للجمعية، فهمت. صحيح جمعيتي، فهمت، ونرعش كأي حاجة تمسها، فهمت. واحد الله لا يقدر كانت صارت حاجة، فهمت، والناس كلها بتصب الغضب متاعها عليه. لكن هذايا واقعيا وبالأرقام، فهمت، اللي هو أحسن جوار، فهمت، كان في الترجي الرياضي هو. وفي نهار البارتي بتاع الأهلي هو فلوريان دانو، فهمت. كان الأفضل في الديفونس تلقاه، في الوسط تلقاه، في الهجوم تلقاه، فهمت. واحد ناقصه شوية، عنده شوية سوء حظ أصدقائي، شوية برك شوية سوء حظ، فما ماذا بينا خويا يزيد يتحسن ويخدم عليها حكاية التهديف واحد. وإن شاء الله ربي يوفقه، وإن شاء الله ربي ينصر الترجي. وهكا كملنا معه الموضوع هذا. نمشيو كالعادة نشوفوا موضوع آخر. أي أصدقائي نعملوا طلع على حسن الغربي، دخلت الترجي درس عميق في الوعي الوطني والتاريخي. الناس كلها راهي تعرف، الناس كلها باتت فما حتى الجماهير تحركت، حتى ماهيش لا محبة لتونس لا محبة، فما المحبة ذاك نتاع الكونغو الديمقراطية اللي يطلع يعمل بيديه هكا السلام. الناس كلها راهي بعثت راهي تحية شكر كبيرة في الجمهور الترجي بصراحة. أقوى الجماهير العربية، ما ريتش أنا بصراحة. صحيح جمعيتي ونحب، ما ريتش الجمهور أنا بصراحة أقوى من جمهور فريقنا. وربي يحفظنا، وربي يبعد علينا الشر والأذى، وربي ينصرنا في الأيامات الفضيلة هذيا. وإن شاء الله إلى الأمام جمهور الترجي. وأنا واحد من الناس، فهمت، كمحب للترجي، فهمت، راني فخور جدا بفريقي، وفخور جدا اللي عندنا جماهير كما هكايا، فهمت. وهكا يعني نمشيو كالعادة الموضوع آخر. يا أصدقائي الترجيين نعم نطلع شوية على الأرقام. هذا قالك 20 مواجهة إفريقية متتالية في رادس، والترجي صامت بلا هزيمة. بسم الله ما شاء الله علينا، فهمت. ربي يحفظنا من العين. وواحد كسيل أبو عالية، فهمت، بصراحة، فهمت. أنا حسب ما ريت اللي على أول ما جاء للترجي، فهمت، لقاه شوية نقد، فهمت، واحد وبرهن، فهمت، في برشا بارتيات اللي هو عنده بلاصة، وبلاصة واضحة جدا في الترجي الرياضي. نتمناه منه يزيد يعني يخدم أكثر، ويزيد يخدم على روحه، فهمت. ونحن رانا جماهير، والقنوات متاعنا إن شاء الله، فهمت، رانا باش نقفوا معاك، وباش نقفوا مع كل إنسان يقدم إضافة للترجي الرياضي التونسي. نحن بإذن الله نكونوا معاه. وهكا كملنا معاك يا كسيل أبو عالي. وكما قاعدين نشوفوا 20 مواجهة بسم الله ما شاء الله في رادس، من غير لا حتى هزيمة، ومن غير حتى يعني كما نقولوا ذل لفريقنا. وهكا نمشيو كالعادة نشوفوا موضوع آخر.
أي أصدقائي الترجيين باش نجيو نعملوا طلة على تقييم اللاعبين يعني في البارتي فهمت اللي صارت ما بين الأهلي والترجي فهمت باش نشوفوا فما راهو عندنا جوارات أصدقاء شفناهم كما نقولوا عندهم شوية رهبة فهمت واحد وهذا يعني كما نقولوا راهو أثر عليهم فهمت في الأداء فهمت في اللعبة فهمت بالتقييم باش نفهموا برشا حاجات وديما راهو التقييم ما يكونش كما نقولوا راهو 100% يعني هذا يعني كما نقولوا مواقع فهمت مواقع ما تنجمش تحكم عليهم 100% مي ديما يقربوا لك باش نشوفوا من بعضنا الحارس خذا 6.7 من 10 انا واحد من الناس حسب ما ريته بشير هذا يعني كما نقولوا يتسمى من رجال المقابله فهمت انا واحد من الناس نعطيه اكثر لكن نجي انا موقع نعطي البشير فهمت 7.5 على 10 حمزه الجلاسي كيف كيف فهمت نعطيه زاد 7 على 10 فهمت هذاك هو باهي محمد أمين توقاي فهمت 7.3 نعطيه أكثر نعطيه 8 فهمت أنا واحد من الناس هذا تقييمي أنا أصدقائي نستنى كالعادة آراءكم في لي كومنتير محمد دراجر 7 من 10 ولو إنه الراه ما يستحقش خاطر نغزلوا اللاعب الغايب الحاضر لكن ديما نغزلوا فما أسباب شنو هي الأسباب اللي ينساس راهو ما عاونش دراجر هذه راهي حقيقة قاعدة شفناها نحن في اللقاء ومن غير ما نقعدوا نخبيو في عين الشمس بالغربال ونقولوا ونغطيو على ينساس راهو ما عاونش دراجر جملة على ذلك ظهر محمد دراجر بالمستوى هذاك وديما نرجعوا نقولوا يعطي الصحة عنا مدرب بصراحة ترجي صبرت ونالت والناس كلها راهو يلزمنا بجهودنا فهمت واحد نحن كقنوات نقفوا مع المدرب بتاعنا في كل الحالات ان شاء الله ديما في الانتصارات وكان نكملوا مع بعضنا الموضوع محمد امين بن حميد خذا 7.7 ونشوفوا يستاهل هذاك هو النمر اللي يستاهل ونتشي وقبلوا 7 من 10 نغزلوا يستاهل هاك شفتوه قبيلوه فهمت ديما يتلبد كذيب انا واحد من الناس نغزل ذيب واحد ذيب فهمت راك تشوف في البارتيات اللي واضحه كما نقولوا افريقيه وعربيه يعطي ما عنده في البطوله تحسه كلمه ملح هذا هو اللي شنو اللي يريده انا اصدقائي كالعاده نستنى الاراء في الكومنتير معز الحاجة عليه نغزلو كبرت عليه المقابلة 6.5 نغزلو أداؤه فهمت في المقابلة دون المتوسط نعطيه أنا 5.5 معز الحاجة عليه هذاك هو الواقع أنا راني واقعي ما قلت لكم راني كسيف على كل حاجة أصدقائي كيما قاعدين نشوفوا فهمت حسام تقا يعطيه الصحة فهمت زاد نغزلو خايف شوية لكن راهو ديما حسام تقا عنده عنده سلسلة فهمت يعني قاعدة كما هي بيده يعني المردود نتاعو فهمت قاعد هو بيده ديما يعطي إلا عليه حسام تقا يعطي الصح ينسى 6.2 هذيك هي الحكاية اللي حكيت فيها أصدقائي وقلت لكم راهو يعني كما نقولوا راهو هو اللي كما نقولوا كشف يسمى محمد دراجر يعني هاك تشوفوا يعني بالتقييم حتى يعني موقع فهمت يعني يعطاه 6.2 يعني هو يعني كما نقولوا من أضعف تنقيط في جوالات الترجي به جاك ديارة 7.1 وإنه ما يستاهلهمش نغزلو يعني كما نقولوا برشا عليه فهمت خذا 6.7.1 جاك ديارة فهمت فلوريون دانو 6.9 راه شوية عليه 7.5 هي تعرف راهو شنو اللي كانت تخرب اللعبة كانت مركت فرصة من فرص اللي نتاع فلوريون دانو فهمت يعني بصراحة يطلع راهو التقييم يطلع ل8.5 ويوصل حتى ل9 فهمت خاطر هو من أبرز لاعب ريتو أنا في المقابلة ونستنى كالعادة أصدقائي آراءكم في الكومنتير إبراهيم كيتا 6.9 عبد الرحمن كوناتي 6.7 وقصيل أبو علي 7.2 محمد بن علي 6.5 ويوسف المساكني 6.5 يوسف المساكني بصراحة هبط فهمت فكرة 10 15 دقيقة عمل عليه هذاك هو يوسف المساكن نقشتين عملهم فهمت يوريك اللي يقولوا عندنا جوار كبير بصراحة يوسف المساكن راهو فلتة كروية من غير لا شك ولا اختلاف ومن غير يعني كما نقولوا تقييم نستنوا تقييم واحد ما يفهمش في الكورة باش يقيم يوسف المساكن وهكا كملنا مع الموضوع هذا يا أصدقائي نتمنى عجبكم الموضوع ومتنساوش أصدقائي كما قلت لكم هذه راي قناة الترجيين نستنى منكم رد فعل كبير في اللي بالابوني وكالجيم والاعجابات واللي كومنتير بتاعكم اصدقائي ونمشيو كالعاده نشوفوا موضوع اخر أي أصدقاء الترجي مش نعملوا على طلع على آخر أخبار الترجي فهمت شنيا صار في النهارين الضوما على استئناف الفريق عشية اليوم أول حصة تدريبية بعد يعني كما نقولوا
تاع إزالة الإرهاق هاذيك فهمت، واحد يعني يرتاحوا نهارين فهمت باش كيما نقولوا جوالات ترجع لها كيما نقولوا الروح والثقة نتاعهم. باهي نبداو في أهم الحاجات يا أصدقائي. خليكم على الصعيد الإداري، يظل خيار التقدم بشكوى ضد حكم مباراة الذهاب السنغالي عيسى سي قائما بجدية في ظل ما رافق اللقاء من قرارات أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط الرياضية واعتبرت مجحفة في حق الترجي. هو علاش إدارة الترجي تشوف يعني كما نقولوا الخطأ من الحكم، ثم كما نقولوا ورقة حمراء كان يستاهلها الجوار نتاع مصر هذاك في التدخل نتاعو على بن حميدة. كان ينجم يعطيها وكان ينجم يقلب المقابلة، وكانت تنجم تزيد تاكل أكثر الأهلي المصري هذيك ما عطاهاش يعني. فازت الورقة الحمراء، هو يعني الحكم يقول لك أنا باش يعطي ورقة حمراء للأهلي بتزيد تكبر يعني الحكاية وتزيد تكثر واحد. هو ما فماش يلزم خويا اللي يستاهل خويا ياخذ ورقة صفراء ياخذ، ورقة حمراء ياخذ خويا. هذا هو شنو نقول الميثاق الرياضي شنو ينص. اللي خويا مادامك انت عينوك حكم في المقابلة خويا يلزمك كما نقولوا تكون قد المسؤولية اللي عطيها لك. ما فماش هذه عين رات وعين ما راتش، هذايا راهو من غير ما نحكوا عليه أصدقائي، خاطر الموضوع فارغ وكهو. أما بخصوص ما صدر على اللاعب الأهلي وهذا مهم جدا أصدقائي، فإن إدارة النادي تلتزم نهج التريث في انتظار ما سيدونه مراقب المباراة في تقرير رسمي قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ياسر إبراهيم على خلفية تصرفه الغير رياضي تجاه جماهير الترجي في رادس. وهو كيفاش تعدى على واحد. هو راهو محل راسل لك السيد اللي تعدى عليه فهمت، وشفناها الناس الكل فهمت، برشا جماهير شافتها اللقطة فهمت، اللي هو تعدى على واحد ماهوش مش أمني فهمت. هذايا من بعد ما كما نقولوا عملنا اتصالاتنا وشفنا فهمت في مصادرنا من هنا ومن غادي طلع مش أمني. لكن تعدى على واحد أمني أعرفوا راهو السيد هذاك نجم يكون راهو كان يكون موقف في تونس التو فهمت واحد، خاطر ماك تعرف تولي يتعدى على أمن الدولة فهمت، جيت تضرب واحد أمني فهمت واحد، خاطر السيد زوالي على روحه فهمت. كيما نقولوا خلاها كيما نقولوا إدارة الترجي والناس قاعدة المعينين فهمت قاعدة مراقب المباراة اللي قاعدين تو قاعدين يستناو فهمت شنو باش يحكموا على التصرفات اللي قام بها السيد هذا المش راجل اللي يلعب في الأهلي ياسر إبراهيم في باله بروحه حاجة كبيرة فهمت واحد، ويتوعد في جماهير الترجي. وعلى فكرة باش تسمعوا غرايب بسم الله ما شاء الله على جمهورنا من تو بدات التنقلات لمصر فهمت واحد. يا ودي راهو عندنا جمهور تو هذوكم جماعة الأهلي هذوكم باش تقارنوا بجمهور الترجي. راهو غريبة والله سبحان الله. وقال لك نحن جمهور يبقى جيتوا حتى بجمهوركم فهمت، هو ديجا ما فماش من غير جماهير جملة فهمت، جماهير الترجي فهمت لا جماهير الأهلي. تو هو غريب باش يوريك الحاجة يعني بسم الله ما شاء الله على جمهور. قولوا لهم راه يا جمهور راكم ماكمش باش تدخلوا للتيران، قال لهم نحن ماشيين. يا جمهور راكم مش ماكمش راكم حتى باش تقربوا من التيران ونحن ماشي. يعني باش يوريك راه عندنا جمهور متعصب صاحبي. وجماهير الأهلي هذيك باش تقارنها بجمهور الترجي، راه معروف جمهور الترجي حتى عالميا. هنا شفناكم حتى في تنقلاتكم وساعة زيتوا أكثر منا راكم الجمهور نتاعكم ما عملش حتى العشر اللي تعمل فيه جماهير الترجي، سواء فهمت سواء بالتنقلات سواء حتى بطريقة فهمت التشجيع فهمت. راه فما فرق شاسع يبعد الشيء على بعضه فهمت واحد. عندنا بصراحة جمهور راهو ما يتقارعش في حتى واحد. جمهور دول قوية في افريقيا من غير تعصب، خاطر جمهور خاطر انا مكشخ، لكن خويا راهو جمهورنا بسم الله ما شاء الله وبشهادة الجماهير العربية كلها راهو كلها تشهد فهمت الجمهور الترجي شنو معناه هو وشنو هو الدور نتاعو في افريقيا. هذا كان رأيي أنا أصدقائي فما ونكملوا مع بعضنا الموضوع. قالك قالك وها الموضوع أصدقائي. ورغم عقوبة الويكلو التي حرمت الفريق من دعم جماهيره في المدرجات، فقد أبات جماهير الترجي إلى أن تكون حاضرة معنويا، فتحولت أعداد منها إلى مصر لمساندة أبناء المدرب باتريس بوميل. تحية لك يا باتريس بوميل بصراحة. الترجي راي صبرت ونالت مدرب بسم الله ما شاء الله عليه فهمت. عنده 4 بارتيات في مع الفريق، وتقول عليه السيد عنده عامين فهمت يعني مع الترجي ولا 3 سنين قاعد يدرب في الترجي. بصراحة تكتيك فهمت واحد. ونوجه زاد تحية للمساعد نتاعو فهمت باراكوني اللي هو قاعد يقوم راهو بدور كبير ودور جبار فهمت في يعني يعاون به في باتريس بوميل. وهكا كان الموضوع نتاعنا أصدقائي. نمشي كالعادة نشوفوا موضوع آخر.
أي الأصدقاء الترجيين نعملوا لفتة قصيرة فهمت على تصريح عملوا الشناوي فهمت وقعد قبل ما تبدأ البارتي فهمت وقعد وشنو قال نشكر جماهير الإفريقيا على مساندتهم وإن شاء الله باش نفرحهم شنو باش تفرحهم تعرف كيفاش نجاوبك أنا الكلاب تعوي والقافلة تسير فهمت خليكم هاكا إجابتي أنا فهمت ما شاء الله عليه هاكا اللي فاهم يفهم فهمت وتعرف شنو نقصد بها فهمت يعني بلا 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 ما فما حد شي يرينيكم فهمت واحد وديجا هاكم نقصوا من الحده نتاعهم كيما برشا شفناها كيما مروان تاج ولا فريق الام ودرا شنيا فهمت واحد هذاك هو خويا يعني كيما نقولوا كي تتحرك الاداره فهمت واحد يولي برشا ناس تشد بلايصها وفهمت وينقصوا فهمت من العنزه وفما ناس فهمت انا قاعد باذن الله فهمت باش نحطهم في بلايصهم خاطر قاعدين يعملوا في البلبلة للترجي وإن شاء الله كل مرة نشد منهم واحد وتشوفوا كالعادة العروض فهمت كي نشد منهم واحد أنا يعمل في البلبلة فهمت خاطر الريتم تاعو برشا أنا مبقاش نكسر في راسي معاه فهمت خاطر اللي قلبه مريض يقعد قلبه مريض وهكا كملنا مع الموضوع هذا ونمشي كالعادة نشوفوا موضوع آخر وإن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة أصدقائي وما تنساوش أصدقائي كما قلت لكم أكيجين باش نوصلوا الحلقة للترجين كلها ونتمنى منكم رد فعل كبير أصدقائي في الاشتراك في القناة وقت تعرفوا كما حكيت لكم راهو الاشتراك بلاش جيست راهو باش نكبروا العائلة الترجي هذيك هي البيت متاعنا أصدقائي نمشيو كالعادة نشوفوا موضوع آخر يا أصدقائي الترجيين جينا الأخبار الأخير في الحلقة قالك الترجي يسافر الخميس إلى القاهرة في طائرة خاصة وتحية لإدارة الترجي وسي حمدي المدب فهمت على الظروف اللي قاعد يوفر فيها لفريقنا فهمت الظروف مريحة بصراحة فهمت يعني فهمت ما بقاوش نغزروا برشا اليانساس خاطر قدم مقابلة فهمت ماهيش في المستوى فهمت ونغزلوه ماش فهمت زيد راهي مشكلة التيران ديما راهو عنده دافع كبير للجوار راهو تشوفوها وزلقها ودرا شنيا راهو بصراحة تيراناتنا فهمت وشفنا راهو تهمك كبير فهمت من إدارة النادي الأهلي فهمت واحد جمهور النادي الأهلي على البيئة التحتية متاع واحد نتمنى خويا وزارة الشباب والرياضة تعمل لفتة فهمت للمواضيع هذيا فهمت واحد وهاك قاعدين أنا في بالي راه فما إصلاحات قاعدة تمشي يعني في الخفاء واحدة واحدة فهمت واحد وإن شاء الله خويا نشوفوا كما نقولوا في رقنا فهمت واحد في القمة وفي العلالي ونتمنى عجبتكم الحلقة أصدقائي ما تنساوش كما قلت لكم أعملوا وكي جيم باش نوصلوا الحلقة للترجين كلها ونتمنى منكم أصدقائي تعملوا ردة فعل كبيرة على القناة فهمت بالاشتراك وهكا كانت الحلقة متاعنا متاع اليوم وما تنساوش أهم حاجة نركز لكم عليها في العواشر وفي الأيامات الفضيلة هي الصلاة على النبي محمد خاطر راهي تقعد ديما في الفيديو فهمت واحد وتصوروا انتم نهار اخر بعد عام بعد اثنين بعد ثلاثة فهمت يدخل واحد يتفرج في الفيديو يقرأ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالطبع باش تنال انت الاجر فهمت يقعد الاجر ديما يتبع فيك الى يوم يبعثون وهكا كانت الحلقة متاعنا اصدقائي وهكا جيت نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته